استقر المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا على قرار بشأن مصير محمود حمدي الونش مدافع الفريق من مواجهة القمة القادمة أمام الأهلي، حيث قرر فيريرا إراحة المدافع محمود حمدي الونش ووضعه على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به أساسياً أمام الأهلي. يأتي قرار فيريرا بعد غياب الونش عن المباريات الثلاث الماضية بسبب الإيقاف، مما يجعل جاهزيته أقل مقارنة بزملائه. في المقابل، تألق المدافع الشاب محمد إسماعيل بشكل لافت في المباريات الأخيرة، ونال إشادات واسعة، مما يجعله الخيار الأول لفيريرا في التشكيل الأساسي. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة القادمة أمام الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، ويسعي للفوز للابتعاد بصدارته عن الأهلي، حيث يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق الأحمر حتى الآن. يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البلجيكي فيريرا إمكانية ضم أحمد ربيع لاعب الوسط إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة القادمة. المباراة المقررة لها يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الأسبوع التاسع قد تشهد ظهور أول للأحمد ربيع في قائمة الفريق منذ انضمام اللاعب الماب من وقتها. وجاء هذا التوجه بعد أن تماثل اللاعب للشفاء خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة الجونة الماضية. ويواجه الزمالك أزمة في خط الوسط نتيجة غياب محمد شحاتة بداعي الإصابة، والجدل الدائر حول دونجا وإن كان سيشارك اللاعب قد يتواجد في القائمة، وتبقى احتمالية الدفع به واردة إلي حد ما وفق سير اللقاء الفريق اليوم من التدريبات. ويستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا للقاء ووجه البلجيكي. تحذير شديد اللهجة في الفترة الأخيرة للأنجولي شيكو بانزا بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بصفة عامة، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر في الفترة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي. وحتى عندما ظهر في مباراة الجونة ظهر يلعب برعونة فيريرا، أكد للاعب أن تراجع مستواه قد يهدد مكانه في التشكيل الأساسي وربما في قائمة الفريق خلال الفترة القادمة. تقرر نقل مباراة الزمالك أمام غزل المحلة ضمن منافسات الدور العام إلى استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. هذا اللقاء المقرر له يوم 4 أكتوبر ضمن الأسبوع العاشر. تم نقلة من استاد القاهرة إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويأتي قرار النقل بعد غلق استاد القاهرة الدولي بعد مباراة القمة من أجل منتخب مصر والاستعداد لآخر جولتين في التصفيات المؤهلة إليه كأس العالم. وسبق